النهاردة هنتكلم عن قديسين جداد. وزي ما تعودنا كل يوم ان احنا بنتكلم عن سيرة قديس جديد معرفناهوش او ما سمعناش عن اسمه قبل كده. هنتكلم النهاردة عن الشهيد فاروس وكليوباترا الأرملة القديسة. فاروس كان جندي في مصر وعاش في القرن الرابع في زمن الإمبراطور ماكسيمانوس. كان بيزور 7 من الرهبان المحبوسين وبيجيب لهم الأكل، ولما واحد منهم اتنيح عرض نفسه انه يكون مكانه، ووقتها اتعذب بوحشية جدا، واخيرا نال معاهم اكليل الشهادة. وفي الوقت ده كان في واحدة مسيحية اسمها كليوباترا اهتمت جدا برفات الشهيد فاروس وخبته في شوال وشالته لغاية قدرها شرق بحيرة طبرية. المكان ده هي اللي كانت عايشة فيه، وكان فيه كتير جدا من المسيحيين بييجوا عشان يتباركوا من قبر الشهيد. ولما كبر ابن الأرملة كليوباترا يوحنا قرر ان هو يدخل الجندية، ففي الوقت ده راحت قررت امه انها تبني كنيسة كبيرة وتنقل جسد الشهيد فاروس وتحطه في الكنيسة دي تكريما ليه، وعشان كمان يكون الشهيد فاروس اللي كان جندي يبقى شفيع ومسؤول عن ابنها. وفعلا بنت كليوباترا الكنيسة، وبعدين راحت هي ويوحنا ابنها شالت عظام الشهيد فاروس للمقبرة الجديدة تحت المذبح. وحصل في نفس الليلة دي ان ابنها يوحنا تعب جدا ومرض مرض شديد وفجأة مات. راحت خدته امه وجريت بيه على الكنيسة الجديدة وحطته قدام المذبح، كانت بتبكي بمرارة وبتعاتب الشهيد فاروس اللي تكريما ليه عملت كل ده وبنت له الكنيسة، وكانت بتطلب من ربنا انه يرجع الحياة لابنها تاني. وفضلت على الحالة دي لغاية تاني يوم، وبعدين راحت نامت في نوم عميق جدا من كتر الحزن والبكا. فشافت في الحلم القديس فاروس بيظهر لها في مجد عظيم جدا، وكان ماسك ابنها يوحنا من ايده، وراحت هي اترمت تحت رجليه وقعدت تبكي وتطلب منه الرحمة عشان يرجع لها ابنها تاني. فراح بصلها الشهيد وقال لها: تفتكر ان انا نسيت كل الحب اللي انتي اظهرتيه نحوي؟ تفتكر ان انا ما بطلتش صلاة لربنا انه يدي الصحة والنجاح لابنك؟ خليكي عارفة ان الصلاة استجابت، وربنا اعطاه صحة وحياة الى الابد، واقامه ليكون من الذين يتبعون الحمل حيثما يذهب. فراحت قالت له كليوباترا: دلوقتي انا قبلت واستريحت، لكن انا بطلب منك ارجوك خليني اكون معاك انت وابني دلوقتي. لكن الشهيد قال لها: لا، خلي ابنك معايا وبعد فترة هنيجي وناخدك. ولما صحت كليوباترا عملت زي ما امرها الشهيد في حلمها بالظبط، وحطت جسد ابنها يوحنا جنب جسد الشهيد فاروس. وبعدين عاشت حياة التكريس والوحدة لمدة 7 سنين، وبعدها اتنيحت بسلام، واتدفن جسدها جنب يوحنا ابنها وجنب الشهيد فاروس، وده في الكنيسة اللي هي بنتها بنفسها، وبتعيد ليها الكنيسة يوم 19 أكتوبر. بركة الشهيد فاروس والأرملة القديسة كليوباترا تكون مع جميعنا أمين، ولربنا المجد الدائم أبديا أمين. القصة دي من كتاب قاموس آباء الكنيسة وقدسيها مع بعض شخصيات كنسية للقمص تدرس يعقوب مالتي. لو أول مرة تسمع سيرة القديس الشهيد فاروس والقديسة الأرملة كليوباترا ابعتها لكل الناس، خليهم يعرفوهم وياخدوا بركة. وتابعوا صفحتي واستنوني كل يوم بالليل الساعة 9 مع سيرة قديس جديد. وعايزة أقولك كمان لو كنت كملت الفيديو الآخر اكتب تم عشان يوصلك كل يوم سيرة قديس جديد. ولو تعرف اسم قديس ونفسك تعرف سيرته اكتب لي في الكومنتات، وما تنسوش اذكروني بصلواتكم.